السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. حبايب قلبي، النهاردة اليوم التاني ليا في المصيف. هو أصلا أنا مش قاعدين غير هما يومين اتنين بس. نزلت لكم التحضيرات ونزلت لكم أول يوم وده تاني يوم. طبعا أنا لسه صاحية من النوم. أنا وسيف ابني كنا صاحيين مع بعض. احنا أول اتنين صحينا. طبعا احنا كنا رايحين عائلة، يعني العيلة بتاعتنا بحالها، فاحنا أول اتنين صحينا، فحضرت كده الفطار على طول فطرنا. وحبيت بقى ان انا اخدكم معايا من اول اليوم، وكمان اسجل لكم صوتي لان انتوا وحشتوني جدا. هنا بقى ركبنا خلاص العربيه اهي. احنا راكبين في الصندوق كده من ورا، وده بقى كريم ابني ويوسف ابن سيلفي وحمدي ابن عم جوزي والجماعه بقى الحريم كانوا قاعدين قدام. تمام. احنا كده كنا ماشيين رايحين على شاطئ الغرام. بجد بجد يعني عايزه اقول لكم ان مطروح بجد بلد حلوه جدا جدا جدا. انا اول مره في حياتي كنت اروح مطروح، ان شاء الله مش اخر مره اروحها، لان بجد عجبتني جدا. هدوء والبحر رايق والشواطئ جميله وما فيهاش زحمه وما فيهاش ناس كتير، لان مشوارها بعيد، فالناس كتير يعني ناس ما بتبقاش عايزه تروح كتير هناك. والشواطئ بتاعتها كلها نظيفه ويعني والبلد كنت بقى بقول يعني مصيف والدنيا هتبقى غاليه هناك، لا بالعكس، لقيت ان كل حاجه فيها حلوه وكل حاجه متاحه. والمنظر بجد يعني مصر يعني حاجه تانية بجد والله. ما كنتش عارفه ان احنا بقى كنا المفروض ان احنا لو ان بتهيألي مرسى مطروح بعدها الصحراء اللي فاضلنا وبعد كده ليبيا، فمبقتش مصدقه ان انا في اخر حته في مصر بحالها. فحبيت بقى كده ان انا اخدكم معايا واحنا ماشيين. بصوا بقى المنظر، منظر شجر الزيتون ومنظر البيوت هناك حلو جدا جدا. و اي نعم هي صحراء بس البحر مغطيها. بصوا البحر ماشي ورانا واحنا اللي ماشيين مع البحر. منظر البحر ما شاء الله حلو جدا جدا. وحظي بقى ان في اليوم ده كان الجو بقى حر قوي. اليوم اللي كنا فيه في شاطئ الغرام ده الجو كان حر قوي. عايزه اقول لكم ان انا اتحرقت في الشمس، ما كنتش عامله حسابي بقى ولا واخده كريم ولا واقي ولا اي حاجه بصراحه غير المرطب. حتى المرطب يوميها نسيته في الشقه. يلا بقى مفيش نصيب. اهم حاجه ان احنا انبسطنا. لما ننحرق يومين في السنه مش اشكال، انا راضيه مش اشكال. بصوا بقى احنا كنا طبعا رايحين بالعربيات بتاعتنا. كانت مسهله علينا حاجات كتيره قوي بصراحه. بصوا بقى منظر الشواطئ والمنظر البحر عامل ازاي، حلو جدا جدا. روحوا يا جماعه مطروح. انتوا بتروحوش مطروح ليه؟ روحوا مطروح بجد. يعني لا تقولوا لي بقى اسكندريه ولا، يعني انا رحت اسكندريه فمش هقول في اي بلد تانية، لان انا رحت اسكندريه ما عجبتنيش. ده شاطئ الغرام اهو. عايزه اقول لكم ان انتوا بتدخلوا الفرد ب50 جنيه. بصوا بقى كده احنا كده وصلنا خلاص ودخلنا كده الشط. عايزه اقول لكم المايه كانت جميله جدا جدا، بس على حظنا بقى ان اليوم ده كان الجو حر نار. الشمس كانت حاميه قوي. بصوا بقى الولاد عمالين يلعبوا والميه حلوه وانتي قاعده في امان، او يعني انتي مش خايفه على الولاد. بجد بجد شاطئ الغرام ده حلو جدا جدا، ولا فيه سحب ولا فيه امواج اللي هي تخوف ولا الكلام ده كله. اللقطه دي بقى مش انا طبعا اللي كنت بصورها، كانت اخت جوزي هي اللي بتصورها. واحنا كنا راكبين اللي هو البيتش بادي بتاع البحر ده، او الموتوسيكل اللي هو بتاع البحر ده. ودي بقى السفينه اللي كانت برضو ناس بتحجزها وبتركب فيها. بس كان علشان تركبي فيها كنا بنروح يعني قدام شويه علشان نحجز. فلا ما ركبتش دي بصراحه. هي اللي انا ركبتها هي الموتوسيكل بتاع البيتش بادي ده. عايزه اقول لكم ان المايو الشرعي ده او المايو بتاعنا المحجبات ده حلو جدا جدا جدا. هو عباره عن سلابوته وفوق منها شميس طويل كده، والطاقيه بتاعته او ال الخمار الصغير بتاعه اللي انا كنت لابساه ده. اكتريه اللي كانوا موجودين ما شاء الله كانوا كلنا محجبات اصلا. فكله كان لابس المايو المحجب ده. كان حلو جدا جدا. اولا ما بيشفش، وكمان لما بتكوني في الميه مش بيملى ميه كده ويعمل حاجات مش كويسه. فهو كان حلو جدا، وتطلعي براحتك وكنت تنزلي براحتك عادي، كان زي الفل. تمام.
كده بقى البحر كده اهو زي ما انتم شايفين قدامكم اهو. طبعا بقى انا يعني ريحت شويه على الشط، وبعد كده نزلت الميه لحد ما خلاص. عايزه اقول لكم ان في طبقتين اتنين في وشي، طبقه فاتحه ورا كده مكان الخمار بتاعي او الطرحه اللي كنت لابساها، وطبقه تانية غامقه. يعني الحمد لله اسودينا اكتر ما كنا سود الاول. بصوا بقى كده خلاص. احنا هنا بقى كانوا الولاد بقى بيلعبوا، وانا بقيت بصراحه عيني على الولاد. بصوا حسن ابني وكريم وسيف، وكريم ابني بصراحه صدمني ان هو عمال يلعب كده في البحر. بصوا بقى انا هنا لبست النضاره، كانت عيني خلاص ما عدتش شايفه. ابو كريم بقى كان قاعد هنا جنبي اهو، ولابس النضاره هو كمان، وعامل فيها بقى يعني حاجه كده يعني. بصوا حسن ابني كان خياله طالع في النضاره. بصوا بقى الفرهده اللي بعد ما كنا مروحين. طبعا احنا كده ركبنا بقى وروحنا اهو. العيال والكل كان متفرهد بجد بجد، يعني حاجه اخر فرهده. بصوا بقى ده شارع اسكندريه. انا اول مره اخش او اول مره طبعا اروح مطروح، اول مره اشوف شارع يكون بالزحمه دي والناس دي ما شاء الله. يعني كان في كميه ناس ياما جدا جدا جدا، وفي حاجات هناك حلوه جدا. جبنا بقى من هناك زيتون، وجبنا مشبك، وجبنا بلح كده امهات طيب جدا جدا. انا عن نفسي كنوره لو رحت مرسى مطروح تاني هروح بس علشان اجيب بلح من هناك. بجد بجد البلح طلع طعمه حلو جدا جدا. وجوزي بقى جاب لي ميداليه وروق عليا بقى شويه حاجات كده برضو ليا، ربنا يخليهولي يا رب. ده برضو حبيت اوريكم الشارع وهو بالليل كميه بقى ناس ما شاء الله، يعني سياحه يعني. بصوا بقى ده الشارع اهو. انا مش عارفه اذا كان يعني شارع اسكندريه او شارع ايه، بس انا متهيألي كده اسمه شارع اسكندريه. بصوا بقى احنا كنا ماشيين كده فيه. عايزه اقول لكم ان ما شاء الله كان زحمه جدا جدا جدا. في حاجات حلوه قوي قوي. احنا اشترينا من هناك بلح وزيتون وحنه، وجبنا كمان كمان جبنا حاجات كتير بصراحه من هناك. وانا جبت توك كده جميله قوي من هناك، وجبت ميداليات. يعني بجد في حاجات حلوه جدا 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 ما شاء الله يعني. عايزه اقول لكم ان انا كنوره لو رحت فعلا تاني مرسى مطروح هروح مخصوص عشان اجيب بلح، اللي هو البلح اللي هو الامهات. خدنا بقى الشارع كده زي ما انتم شايفين كله كده مشي. ولادي لحد ما تعبوا قعدوا بقى شويه على الرصيف يرتاحوا، على ما كان باباهم جاب لهم اللعب بتاعتهم والحاجات اللي هم كانوا عايزينها. وكمان جبنا من عند الناس دول الحلواني بتاع دمياط، ده مشبك دمياطي. انا كان نفسي في مشبك دمياطي. كريم ابني كان بيعيط عشان كانت رجله وجعاه من الحروق بتاعه الشمس بقى طول النهار وفي الميه. وده بقى الاستاذ يوسف كده. احنا كمان تعبنا، رحنا قعدنا في المكان ده قدامنا بالظبط كانت المحطه. كملنا بقى مشي لحد ما طلعنا كده الكورنيش ما شاء الله. يعني انا كنت بقول له ما تودينيش اتمشى غير ان انت توديني بس كده اقعد على الكورنيش ومش عايزه حاجه تانية. هوا البحر وصوت البحر وشكل البحر، ويعني بجد بجد يعني انا عمري ما شفت البحر بالليل. بشوف البحر بالنهار لما كنت بروح مثلا اسكندريه يوم واحد. اول مره اشوف البحر بالليل، واول مره في حياتي امشي على كورنيش كده بالليل. يعني بجد المنظر حلو جدا جدا، وان شاء الله ربنا يكرمنا كده وابو كريم يتنيه راضي علينا ونطلب منه العوده تاني هناك. بصوا بقى انا هنا كنت خلاص روحنا او كنا ماشيين بقى في الطريق. عايزه اقول لكم ان انا كنت راكبه في الكابينه بقى عشان خاطر افرفش ابو كريم لانه كان بيسقط كده بينام وهو ماشي. فركبت كده جنبه علشان خاطر نقعد بقى نرغي مع بعضنا يفوق. بصوا بقى الحمار اللي انا فيه ده والحرق، انا اتحرقت يا رجاله. بصوا المنظر يعني حاجه كده. عايزه اقول لكم ان انا قاعده بكلمكم دلوقتي ووشي ملتهب جدا، وكمان اسوديت يا جماعه. انا اسوديت، انا اسمريت يا جماعه والله. لو حد عنده بقى خلطه للتفتيح كده ولا اي حاجه يقولها لي في الكومنتات، عشان انا بقيت سمراء ووشي محروق كده. وبصوا مش قادره اقول لكم يعني. فكده خلاص بقى انا كنت بقى قاعده بدردش معاكم. هسيبكم بقى تتفرجوا على الطريق
عايزه اقول لكم ان احنا عدينا على الساحل الشمالي وعدينا على مدينه العلمين الجديده، واحنا بقى مروحين. ما شاء الله يعني الساحل الشمالي ده انا ما كنتش اعرف ان هو شمالي شمالي كده، لا بجد تطلع حاجه روعه فوق الروعه كمان. ما شاء الله شاليهات بقى وفلل وعماير بتتبني جديد وحاجات كده، يعني ما شاء الله كلها تطلع على البحر. وبجد بجد كانت رحله ممتعه جدا جدا. وانا عن نفسي لو قالوا لي هتروحي تاني هروح، بس يعني هعمل حساب الشمس و هلبس بقى حاجه او هحط حاجه على وشي ان هي تخفف عني الشمس شويه. اتمنى بقى ان الفيديو النهارده يكون عجبكم، وهسيبكم بقى تتفرجوا على الطريق وتتفرجوا على الساحل. ولو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تدعموا الفيديو او تدعموني انا شخصيا بلايك للفيديو عشان ترفعوه. وكمان لو لسه ما اشتركتيش في القناه او ما تعرفيش تشتركي ازاي، في كلمه اشتراك بتكون باللون الاحمر دوسي عليها، هتجيلك حاجه اسمها الكل، اعملي الجرس للكل وكده هتكوني اشتركتي عندي في القناه. واتمنى تكونوا بخير كلكم يا رب، وكل سنه وانتم طيبين. وهسيبكم بقى على خير وكملوا الفيديو وشوفوا الدنيا كده وانا كنت ماشيه، واسيبكم في رعايه الله وامني، مع الف الف مليون سلام.